مش بستغرب لما الاقي ابن خلدون في المقدمة وتشريحه لتكوينة المجتمع المصري. كمان المقريزي في كتابه المهم السلوك لمعرفة دول الملوك الجزء الثاني، ومولانا المؤرخ العظيم ابن ظهيرة. تعالوا بقى نشوف الوصف العبقري اللي وصفه ابن ظهيرة للمصريين، والكلام ده يمكن على سنة 1280 ميلادية. هو بيوصف الأحوال بتاعة المصريين في عصر المماليك، فبيقول: عاش الشعب المصري في حرمان وشظف وهوان ومذلة، ومن ثم فقد نشأت طبقات، بيتكلم على المصريين عموما يعني، حاقدة على الحكام كارهة لهم، خصوصا أن نظرة الحكام لهم كانت نظرة احتقار، ويرجع ذلك إلى النظم الإقطاعية التي سادت في عصر سلاطين المماليك البحرية، حيث كان المماليك يرون الفلاح يعني أو النظرة إلى الزراعة إنها معاش المستضعفين، ويختص أهلها بالذلة. ومن العجائب وصف ابن ظهيرة للمصريين وعلاقتهم بالغرباء، فيقول: يعرف المصريين بمحبتهم للغرباء ولين كلامهم لهم والإحسان إليهم ومساعدتهم لهم على قضاء حوائجهم ورد ظلماتهم ونصرهم على من ظلمهم بحسب استطاعتهم وقوة عصبيتهم لمن أرادوا، حتى وإن كانوا على باطل. وبيضيف أن المصريين لا يعترضون على الناس، فلا ينكرون عليهم ولا يحسدونهم ولا يدافعونهم، بل يسلمون لكل أحد حاله، كل عالم مشغول بعلمه، والعابد بعبادته، والعاصي بمعصيته، وكل ذي صنعة بصنعته، ولا يلتفت أحد إلى أحد ولا يلومه بسبب وقوعه في معصية أو نقيضة. وفي المقابل أطلق بعض المؤرخين على المصريين لفظ غوغاء وأوباش العامة، وهم في المجمل الذين كانوا لا يحترمون المماليك. واتكلم عن التسامح بين المصريين وبعض، لدرجة انه الدور المهم اللي قاموا به المسيحيين في إدارة الدولة والدواوين وصرف الرواتب. وأشار حتى الدكتور في الكتاب المهم الدكتور قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر العصور الوسطى، إلى حالة الرضا بين المصريين وبين بعضهم. إنما إيه رأيكم بقى في الوصف اللي كتبه ابن ظهيرة؟